السلام عليكم، عاملين ايه؟ دلوقتي هنعمل بسكوت تحفة هيعجبكم جدا. بصوا، انا حطيت كوباية زبدة على زيت، تمام، وضربتهم كويس جدا. حطيت عليهم كوباية سكر وقلبتها كويس، حطيت شوية وبعد كده احط تاني بالتدريج، وقعدت اقلب جامد. بعد كده احط باقي الكوباية وقلبت برضو جامد كويس جدا علشان خاطر الزبدة والسكر يتمزجوا مع بعض. هنحط بيضة واحدة درجة حرارة الغرفة وهنقلب. ممكن نحط سمنة على زيت، مش لازم زبدة يعني، بس انا عشان بستخدم الزبدة فحطيت زبدة. هنحط الفانيليا. البسكوت ده يا جماعة خطير، حلو جدا. ونص كوباية لبن. هنقلب تاني، هنفضل نقلب كتير بقى علشان خاطر كله بقى يدخل في بعضه كده. ممكن تعملوه بالمضرب او بالخلاط، بس انا استسهلت يعني عملت بالمضرب العادي يدوي. حطيت بيكنج باودر بتاع حوالي معلقة كبيرة، وهحط بقى الدقيق. هو انا مش عارفة الصراحة قد ايه، بس انا حطيت كده لحد ما العجينة اختلطت كده واتعجنت. مش لازم يبقى ناشف ومش لازم تبقى طرية قوي، تبقى العجينة حلوة. اول ما تحطي ايديكي كده بتعجني بصوابع ايدك، مش بتعجني بايديكي جامد. البسكوت ما بتعجنش كتير عشان ما ينشفش منكم، بيتعجن عادي بصوابع ايديكي لحد ما العجينة خلاص تمسك بس. حطيت تاني دقيقة اهو، بصوا اهي خلاص. تعجني لحد ما خلاص يعني ايدك تطلع فاضية كده مفيهاش اي حاجة، خلاص كده دي اتعجنت كده. حطيتها انا في التلاجة وخرجتها. لازم تحطوها في التلاجة بتاع حوالي نص ساعة ولا حاجة علشان خاطر تمسك نفسها، وبعد كده تشتغلوا بيها. وعملت بقى اشكال. انا عامله الاشكال دي بتاعه البرجر، ادتني نتيجة حلوة اوي، اشكال حلوة. الصراحة دي اسهل طريقة، بدل ما بقعد بفرد واقعد اعمل اشكال والكلام ده، دي اسهل طريقة البسكوت. هكتب لكم برضو المقادير تشوفوها. تنسوش بقى اللايك لو وصلتوا معايا للفيديو لحد دلوقتي، متنسوش اللايك والاشتراك. بس هخلص على طول. شكلتها خدش معايا 10 دقايق. انا مسرعه الفيديو لانه كان كبير جدا، مسرعه جدا عشان تشوفوه. بصوا بقى النتيجه. بصوا فتحاها عشان كنت ماسكه الكاميرا في ايدي، فتحت البسكوته. مش